السلام عليكم صحباتي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نصيبوا هاد السباغيتي اللي كتجي غزاله ورائعه على الطريقه الايطاليه. كنحتاجو هنايا 3 المعالق ديال زيت الزيتون، كنزيدوا 4 او 3 الفصوص ديال الثوم، ومن بعد كنكونوا دايرين الماء وغليناه ودرنا الملحه ودرنا فيه سباغيتي يطيب. هنا في هاد القميله من بعد ما سخن الزيت مع الثومه كنعاودو نقلبوه. غادي نقلبوه دابا، نقلبوا هذيك الثومه تحمر. اللي بغيتو 3 ولا 4 حسب شحال، حنايا على حسب 4 الاشخاص درنا هاد الكانتيداد بحال هكا. من بعد ما كطيب لينا هاد الثومه كتحمر غادي نزيدو عليها صوص طوماط. كانت عندكم مطيشه زوينه ديروا صوص طوماط، ما كانش ديروا. اولا كنديروا هاد التحميره، انا غندير غير الجاهزه. عندنا هنايا التحميره شويه حاره وشويه حلوه حسب الذوق. الا بغيتو ديروا حتى شويه ديال الحرور داك يعني الفلفل الحار ديروها. هنا عندي طوماط درتو ديال خاص السباغيتي، صافي كتقلى مزيان. ديروا الملحه وشويه الابزار الا كان، صافي كتخليوها تحمر تقلى زعما تختار. غادي نغطي عليها ونخليها شويه تكون سباغيتي. مره غادي نحركوها حتى هي كنشوفوها واش طابت ولا باقي. النورمال ديالها هي 8 حتى ل 10 دقائق، ما تفوتوهمش ليها. هنا راه كتشوفوا بدات كتعقد لاصوص. الا كانت مطيشه عاديه ديروا معلقه صغيره ديال السكر. الا كانت ديال كيف كنقولوا الباكيه فما تحتاج، لان ديجا فيها السكر. صافي درت هنا المعدنوس. هي طابت. هذه الطريقه ديال اختي هي اللي كطيب فيها، انا كنصور. حيدات هنايا الثومه، كتحيد الثومه ومن بعد كتخليها تزيدها عاوتاني طيبها. هنا اللي شفتو راه عقادت ولات زوينه. هنا كتزيد الطون حسب، حنا درنا 2 العلبات ديال الطون. غادي تحركهم وغتحاول ما امكن انها تمعسهم باش يتفتتوا مزيان. كنشكرها صراحه، جات مذاق رائع. جربوا هذه الطريقه راها ما تشبعوش منها، تعجب الصغير والكبير. صافي هذه تقلى لينا بحال هكا. هانتوما شتي راه شربات. مره كتقلب السباغيتي باش تشوفها واش طابت. هنايا زدت شويه الملحه. كل ما جات مالحه من الاول كتجي بنينه. صافي صفات انا السباغيتي وغديرها في هذا الصوص باش تشرب المرقه وتجي بنينه اكثر. ومشيت معكم دقه باش نجرب الفيديو باش تشوفوا كلشي التفاصيل. هنا البوطه شاعله في نفس الوقت، راه كتحرك باش تشرب مزيان وتزيد تعقاد. والفرماج هنايا بارميزانو لا يعلى عليه، راه بنين ولذيذ. كيزيدها نكهه اخرى. اللي ما عندوش يكتفي بالفرماج اللي موجود عنده او لا بلاش. صافي زدت هذا الاخر وشويه ديال المرق من هذا اللي تسلقات فيه السباغيتي. صافي كتحرك حتى كتشرب
يعني كتقدمها سخونه وحكات عليها شويه ديال الفرماج من الفوق، وجات على هذا الشكل اللي كنتمنى تجربوها وغادي تعجبكم، وبالصحه والراحه ونهاركم سعيد، والى وصفات ثانيه ان شاء الله.